السلام عليكم من قلب الصين وبالتحديد من قلب توكيل جيومي. مين جيومي؟ جيومي هي جيلي وجيلي هم جيومي. جيومي عملت لنا ايه؟ عملت لنا عربيه بسعر السجل وتقريبا في نفس حجم البي واي دي دولفين. طيب مين بقى جيومي وايه قصه جيومي ومين جيومي دول والقصه بتاعتهم ايه بالظبط؟ هقول لك يا سيدي، جيلي عملت سب براند او عملت حاجه كده شبه اللوجو بتاعها شويه وقالت لك بص يا باشا احنا هنسمي ده جيومتري وهيبقى لاين لوحده. جم اللاين اللي لوحده ده عملنا شويه عربيات لاكجري وعربيات حلوه وعربيات نضيفه وعربيات هايبرد وعربيات كهرباء، وبعدين قال لك ايه لا احنا عايزين نعمل عربيات صغنونه كده حاجه في الرخيص، يعني حاجه تبقى بادجت كده، عربيات من بادجت وعربيات رخيصه، فهنعمل براند تاني او جوه الجيومتري هنطلع براند نسميه ايه؟ جيومي، حاجه دلوعه كده عشان العربيات كلها صغيره زي العربيه دي وزي عربيات تانيه كتير. طيب احنا النهارده بقى معانا من جيومي معانا عربيه اسمها ستار ويش. ستار ويش عربيه معموله رخيصه. يعني ايه رخيصه؟ يعني العربيه دي في اول فئه ليها اللي هي تمشي 300 كيلو هتلاقيها قريبه تقريبا من سعر السيجل او يمكن تقريبا بسعر البي واي دي سيجل، مع خامات مختلفه وديزاين مختلف وحجم مختلف. فكفايه بقى رغي كتير وتعالوا نبدا الريفيو بتاعنا. الستار ويش بتيجي بطول 4 متر و13 سم وبتيجي بعرض متر 88 سم وبتيجي بارتفاع متر 57 سم. الابعاد دي بتحطها اكبر من السيجل بحبه حلوين بصراحه، بس بتحطها اصغر من الدولفين بنوعا ما بحوالي تقريبا 10 سم او 13 سم. فهي كاتيجوري محيره شويه. هم الصينيين عاده ما بيحترموش كاتيجوريز، هم بكل واحد بيعمل عربيه وعلى مزاجه بالكاتيجوري على مزاجه، ما بيحترموش كاتيجوري معين يقول لك هنعمل عربيه في نفس الحجم. لا هي لعبه صايعه كده بين العربيتين. طيب شكلها زي ما انت شايف كده هتلاقي شكلها ايه؟ كيوت خالص، عربيه كيوت كيوت بنوتي كده، مش معنى كده مش هشغل بنات، بس شكلها عربيه كيوت خالص. هتلاقي عندك الفانوسين الهاديين اللطاف اللي ما فيهمش حاجه، فيهم العدستين، وعندنا خطين ليد خفاف خالص يدوا شكل للعربيه، وعندنا الوش بالكامل مقفول، وفي الكاميرا اماميه في الامام. فاحنا عندنا وش فاضي، يعني عربيه وشها ما فيهوش حاجه خالص، سمبل وبسيط ومفيش حاجه، وفي النص اللوجو بتاع جيومي وخلاص. الجميل بقى اللي احنا بدأنا نشوف في الفئه السعريه دي وعربيات زي دي نشوف فيها فرانك. فاحنا هنا عندنا فرانك 70 لتر، تعالوا نبص عليه. لذيذ ان احنا نلاقي عربيه في الفئه السعريه دي. بص كمان مفيش عصايه والجو القديم ده متعودين عليه على فكره حتى الان في العربيات اللو بادجت او العربيات الرخيصه. انت عندك هنا فرانك 70 لتر حلو قوي، يشيل معاك شويه حاجات لذيذه. تعال نلف على جنب العربيه ونتفرج على باقي تفاصيل الجيومي، العربيه الرخيصه بس الاكبر شويه من السيجل. انا عارف ان السيجل واحده من العربيات الحلوه والرخيصه واعتماديه، بصراحه انا بحب السيجل على المستوى الشخصي، بس السيجل كان فيه مشكله كبيره فيها، او الناس مشكله الناس معاها الاكبر ان هي حجمها نوعا ما صغير، عربيه صغيره ضيقه مش عربيه واسعه خالص. فتقريبا الجيومي بتلعب على الحته دي او بتلعب على الحته الصايعه دي. عندنا هنا مقاسين من الجنوط، عندنا جنط 15 وجنط 16. هنرجع ورا هنلاقي بقى احنا عندنا النسخه اللي معانا دي فيها سقف تيوتون، سقف غير جسم العربيه، دي نسخ، وفي نسخ ثانيه عادي السقف بنفس لون العربيه وكل العربيه نفس اللون. هنرجع ورا هنلاقي الاوكر بشكل مختلف شويه، نفس الديزاين بتاع الكن تقريبا بتاع الاوكر. في الجنب من تحت هنلاقي البلاستيك الفيبر ده، واللي انا بحفزه وبحبه بصراحه في اغلب العربيات عشان خاطر بيحمي العربيه كويس قوي من اي صدمات او رصيف او اي حاجه، تبقى الجزء ده بيحمي العربيه بشكل لطيف. طبعا الازاز هنا كله سنجل، زي ما بقول لك احنا بنتكلم في عربيه بادجت يعني ايه؟ انا عربيه ممكن تلاقي سعرها يبدا في الاخر اصلا من 10000 دولار. الاسعار ما تاخدش مني اسعار في الفيديوز، اسعار كلم اي في اس على الهوت لاين او خش على evs.com هتلاقي اخر اسعار، عشان اسعار الفيديوز هتبقى بتتغير من يوم من وقت لاخر، بتبقى اصلا مش اب تو ديت، يعني ما تاخدش مني سعر اكيوريت او فاينل في الفيديو. بس تقريبا ممكن تلاقي فئه ال 300 كيلو اقل فئه هتلاقيها في رينج تقريبا من 10000 دولار. طيب نرجع بقى نكمل ونتفرج على الواجهه الخلفيه للجيومي ستار ويش. هنلاقي عندنا فانوس شبه الفانوس اللي قدام قوي. هم على فكره العربيه كلها واخده بومبي كده، تحس ان ايه في بلالين في العربيه كتير في الفوانيس اللي قدام والفوانيس اللي ورا. تعالوا نفتح الشنطه، هو اللي في النسخه اللي معانا دي تبقى شنطه كهرباء. طيب شنطه الكهرباء دي عندنا 375 لتر، طبعا شنطه مش عملاقه او مش كبيره قوي، بس تفي بالغرض مع ال 70 لتر اللي قدام، ممكن تمشي يعني تمشي الحال شويه، ما عندناش فيها مشاكل. ايه بقى المواتير وايه البطاريات بتاعه الجيومي ستار ويش؟ ستار ويش بتيجي بخمس فئات، يعني ستار ويش بتيجي معانا بخمس فئات، بس كالعاده احنا نقسمهم ايه؟ هنقسمهم فئتين بس عشان نختصر الموضوع عليكم ويبقى الموضوع اسهل بكتير. عندنا فئتين بيمشي 300 كيلو، بيجي فيها موتور 79 حصان، عارف الموتور ده صغير شويه بس بيجي فيها موتور 79 حصان بيطلع 130 نيوتن متر مع بطاريه صغيره بصراحه 30 كيلو واط، خلي العربيه دي قادره تمشي 300 كيلو متر في الشحنه الواحده. طيب احنا النسخه اللي فاتت دي كانت 300 310 الرينج الاوفيشال 310. عندنا بقى ثلاث نسخ تانيين
410 كيلو متر. ثلاث نسخ هتلاقي الفروق بينهم في مره حجم الشاشه ومره حجم الجنط، في شويه فروق كده بسيطه، الالوان بتاعت السقف لونين ولا لون واحد، يعني شويه تفاصيل، بس الرينج البطاريه والموتور واحد. هنلاقي موتور اكبر شويه 116 حصان بيطلع 150 نيوتن متر، مع بطاريه برضو اكبر شويه 40 كيلو وات، بتخلي العربيه قادره تمشي 400 كيلو متر او 410 كيلو متر في الشحنه الواحده. انا عارف ان انت لسه يعني لو انت متابعنا انت لسه مستصغر شويه احجام البطاريات، او لو انت هتابع سوق العربيات عموما فانت لسه مستصغر شويه حجم البطاريه، بس عاده في الفئه السعريه ومش الحجميه دي بصراحه، بس في الفئه السعريه دي عاده بيبقى ده احجام البطاريات او ده حجم البطاريه. طبعا 30 كيلو قليل و40 كيلو قليل، بس على العربيه دي وعلى الخلطه دي مطبوخه كويس، خلاص هيبقى هيدوله تقريبا الرينج. او طبعا انت عارف ان مفيش عربيه كهرباء كده بتديك الرينج الاوفيشال او الرينج الرسمي، هتقل بالمعدل الطبيعي. المختصر ان البطاريه مش صغيره على العربيه، هي صغيره على حاجات احنا بنسمعها، احنا بنسمع دلوقتي 100 و100 وشويه ارقام كبيره، فطبعا 30 كيلو وات بطاريه ده لعب عيال. بس زي ما قلت لك هي خلطه على خلطه العربيه، لا كويسه، وتديك 300 كيلو او 410 كيلو على حسب الفئه اللي انت هتجيبها. طيب في نقطه بقى الواحد كان نسيها وبطل يتكلم عنها من ايام ما كنا زمان بنصور الجاك الاس 2 والتيجو 3 اكس اي والعربيات القديمه خالص اللي كنا بنصورها زمان، العربيات اللي هي كانت برضه بادجت وعربيات رخيصه. النقطه بتاعت التوب سبيد عاده في العربيات العاديه اللي احنا بنجربها، سونج بلس، سونج ال، اي دي 4، اي دي 6، تانج ال، هان ال، اي عربيه من الحاجات اللي احنا جربناها كلها ما بنهتمش قوي بفكره التوب سبيد، اللي احنا عارفين كده التوب سبيد هتكفيك وتفيض، او معنى صح ده مش هتبقى بوينت تخليك تقرر تشتري العربيه ولا ما تشتريهاش. انما في العربيات دي او العربيات الرخيصه او العربيات بادجت دي فكره التوب سبيد مهم. ليه بقى؟ اللي احنا هنلاقي العربيه دي عندنا توب سبيد اقصى حاجه في اعلى فئه هيوصل 140 كيلو متر. فدي معلومه مهمه ليك انت تعرفها ايا كان قرارك، او قبل ما تقرر او قبل ما تفكر ان العربيه دي اخرها معاك لما توصل التوب سبيد بتاعها هتبقى 140 كيلو متر، مش هتعدي 140 كيلو متر. ودي معلومه بصراحه اجب من الامان ان هي لازم تذكر، لان دايما الحاجات السلبيه انا بحب اذكرها او بنحب نذكرها قبل الحاجات الايجابيه كمان، لان دي حاجه ممكن تاثر على قرارك، ممكن انت مش عايز. حتى لو سيبنا بقى مش هنتكلم ده مناسب ولا لا او ده صح ولا لا، بس انا حر، انا مش عايز اشتري عربيه اخر سرعه ليها 140 كيلو. فدي معلومه محدش هيفوكس عليها ومحدش هيركز عليها، بس انت لازم تبقى عارفها عشان ما تشتريش العربيه وتلاقي بعد كده 130 ولا 135 ولا 140 تحس بعد كده ان انت لبست. لو انت شاريها على الوضع ده وانت اوكي الموضوع ده بالنسبه لك فير، سيبك بقى، انا ما بقولكش رايي انا دلوقتي، انا بقول لك ان انت شايفه ليك انت فير. انا عن نفسي مثلا احنا ما بتمشيش اكتر من 120 كده على شوارعنا في اسوأ يعني طرق السفر. احنا وعربيه زي دي اصلا مش معموله للسفر كمان، ده سيتي كار انت ما بتعديش 90 اصلا. بس انا بالنسبه لي الاهم بدل ما اقول لك البقين بتوع سيتي كار وما بتعديش وهتحتاجها وهتناسبك، لا انا بعرفك الحقيقه ان احنا عندنا هنا من 135 ل 140 حد اقصى توب سبيد في الجيو مي ستار وش. طيب انا من الحاجات اللي عجبتني لما شفت العربيه اول مره هو الانتيريور، فانا عايز افرجك على الانتيريور لان ممكن ده يبقى احلى حاجه تقريبا في العربيه. يلا بينا لما نيجي نركب بقى الجيو مي ستار وش. بص يعني جو العربيه من اول لحظه تركب فيها هو مختلف. يعني ايه مختلف؟ يعني مختلف عن السيجل، وهو مختلف عن الدولفين. انت هتلاقي هنا طاره لطيفه لذيذه بلونين، شكلها محترم بصراحه، شكلها حلو. شكل الكلاستر الفيوتشرستيك نوعا ما، عندنا 8.8 انش هنا، شاشه فيها العداد فيها صور العربيه، حاجه كده شكلها شيك، حاجه مش شكلها بدائي، شكلها ايه لذيذ. نروح على اليمين شويه هنلاقي الشاشه، والشاشه عندنا هنا اختيارين 10.1 و 14.6، فانت عندك اختيارين من الشاشه. عامه الشاشات في العربيات الفئه السعريه دي الكواليتي بتاعها حلو يعني الكواليتي ده كده حلو، يعني لو قسناها بنفس الحاجات اللي في نفس الفئه السعريه دي فنلاقي الكواليتي ده كده بصراحه لذيذ ومحترم وحلو، يعني شكل الشاشه حلو. تحتيها هنلاقي فتحتين التكييف، تحتيها هنلاقي شاحن وايرلس، وده مش موجود في كل الفئات طبعا زي ما احنا عارفين، هيبقى في حاجات كده تختفي من فئه الى اخرى. تحتيها هنلاقي الفتيس، لا عندنا فتيس يعني تحسوا كده ايه، حاولوا يقلدوا السيل، عارف انت الفتيس الموجود في السيل وفي السونج بلس، نفس التطليعه على فكره، عشان مش عارف هتبان في الفيديو لا هحاول ابينها لكم، بس هي نفس التطليعه. وادي الزرار بتاع البارك، عندنا الكنترول بتاع التكييف، مروحه والاي سي، واخيرا زرار الانتظار. هنرجع ورا هنلاقي 2 كاب هولدر قاعدين خالص، ومساحه تخزين صغيره هنا كده تحط فيها اي حاجه، قلم بتاع. هنفتح هنا هنلاقي مساحه تخزين مقبوله، مش صغيره يعني ولا كبيره قوي، مش عملاقه بس مش صغيره. تعالوا نبص على درج تابلو ونكمل مساحات تخزين. هنلاقي درج تابلو مختلف، حركه صحيحه وحلوه، بس في حاجه غريبه بقى، ما ينفعش يفتح حد راكب. يعني احنا اول مره جربنا العربيه دي بحاول افتحه وانا راكب ما بيفتحش، يعني هو انت تبقى قاعد غالبا فهو هيفتح كده. فهي بصراحه حركه مختلفه، بس انا مش عارف ايه الحكمه منها.
يعني هي حركه حلوه ومختلفه، بس ايه الحكمه ليه ما بيفتحش عادي سباق الادراج؟ ما اعرفش، بس هي بصراحه لذيذه عجبتني. طيب هنطلع هنا كده فوق على طول، فوق درج الطابلوه على طول هتلاقي في زي مباني كده بتنور امبيانت لايت، فانت عندك برده هنا امبيانت لايت متوظف بشكل حلو. عارف انت لما تيجي تعمل عربيه رخيصه والخامات رخيصه، يعني الخامات مش بريميوم مش خامات واو، هوريك دلوقتي، بس الخامات مش يا رب الخامات مش غاليه، خامات رخيصه بس توظفها صح. كان ممكن بكل سهوله يحط الاسود ده من غير الامبيانت لايت اللي وراه ومن غير التفريغ اللي عامله ده، فما يعملش اي شكل، فما يعملش اي حاجه. كان ممكن شكل التابلو ده يتغير تماما ويبقى مجرد حته سوداء لو هو ما كانش عامل فيه شويه شويه الحاجات البسيطه دي. طيب ففي حرص حتى لو الخامات رخيصه ان هم يخلوا شكل العربيه حلو. نرجع بقى على الخامات الرخيصه، فئه زي دي احنا عارفين ان فيها خامات بريميوم. هتيجي هنا في ايدك، تحت ايدك هتلاقي بلاستيك، يعني المنطقه بتاع الباب دي كلها بلاستيك، ده كده كله بلاستيك. في هنا بلاستيك بس يعني نضيف شويه، تحت هنا هتلاقي جلد، يا دوبك هي الحته دي اللي جلد، تحت نرجع تاني هتلاقي بلاستيك 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 بلاستيك. فانت عندك الباب مثلا، يعني لوحه الباب اللي احنا بنقعد نتفنن فيها في كل العربيات تعتبر هنا كلها بلاستيك، يعني كلها بلاستيك ما عدا الحته اللي انت هتسند عليها، هي دي الوحيده الجلد اللي هي المنطقه دي بس الوحيده الحته الجلد الموجوده في لوحه الباب. انا الباب بالنسبه لي في عربيات معينه بيبقى لوحه فنيه من الالوان والخامات والديزاينز، يعني تبص على الباب كده تعيش فيه. طبعا احنا هنا بنتكلم في عربيه رخيصه، فهنا الدنيا ايه، هو شكله حلو بس خامات ما تلاقيش، خامات مش احلى حاجه. طيب تعال نجرب القعده كده ونظبط قعدتنا نشوف المساحات ورا هتبقى عامله ازاي. طبعا انت عندك هنا مساحه تخزين برضو تحت اهي، مساحه عملاقه. انا المساحه دي يعني ببقى نفسي شركه من الشركات تنظمها صح، يعني تستغلها بشكل ما بدل ما بتسيبها كده. احنا اصلا بننساها، يعني كاصحاب عربيات والله بننساها الحته دي، بننسى نحط فيها حاجه. اعملوا لنا درج، اعملوا لنا رف، اعملوا لنا اي حاجه تعمل اي منظر هنا. عامه الافتر ماركت حلو في الحاجات دي، بتلاقي بقى شويه اكسسوارات شويه حاجات تركبها تحت، بس يعني لو معموله من الشركه نفسها هيبقى تاتش لذيذ. فبصراحه شكل التابلو حلو، والعربيه حتى لو انت عارف ان هي رخيصه ورحت انا جاي اصور عربيه وعارف ان هي عربيه رخيصه، بس شكل الانتيريور فيوتشر قوي، مستقبلي قوي ومبهر نوعا ما. يعني ده بصراحه كده تقول ايه ده حلوه، من غير ما تخبط ومن غير ما تلمس حاجه هتقول لا واو عربيه جميله جدا. طيب تعال بقى نقعد ورا نشوف المساحات. انا ظبطت الكرسي على مساحتي، وتعالوا نرجع نقعد على الكنبه الخلفيه، يلا بينا. طيب لما نركب بقى هلاقي تاني احلى حاجه او تاني اكتر حاجه عجباني مع الديزاين، المساحات هنا فظيعه على الفئه السعريه دي فظيعه. يعني عارف يعني ايه عربيه تديك الدايمنشن ده؟ بص انا بيني وبين الكرسي قد ايه صدقا، يعني انا المساحه دي ذهلت بيها. يعني انا الكرسي انا كنت قاعد عليه قدام مكفيني عادي، هسوق مش هبقى متضايق. وفي هنا مساحه عملاقه، مساحه الليج روم هنا عملاقه طبعا، والهيد روم يعني مش كبيره قوي، بس برضه انا ايه قاعد برضه مرتاح. تشيل 3 لا، يعني مش تشيل 3 في نفس الحجم بتاعي، صعب تشيل 3 بصراحه. هي 2 من نفس حجمي او 2 ونص يعني 2 واحد يكون سليم شويه حاجه كده، يكون فت اكتر من كده. بس الليج روم واسعه واسعه يعني انت لو كان ممكن نرجع ورا، يعني ممكن ارجع الكرسي ده كتير ورا عشان يبقى عندي مساحه طبيعيه. يعني المساحه دي غير طبيعيه، يعني المساحه دي مش طبيعيه. احنا محتاجين مساحه بس طبيعيه تبقى لحد هنا، بس الكرسي ده يرجع لحد هنا، فطبعا هتلاقي اللي ورا قدام قاعد ايه مرتاح اخر راحه. فمن هنا هنلاقي ان العربيه دي لذيذه في الحته بتاعت ايه، في الحته بتاعت اسره صغيره جدا، عيله صغيره تحرك بيها في المدينه كويسه. لو معاك واحد او اثنين او 3 لو انت بتسوق هيقعدوا مرتاحين، ايا كان اطوالهم وايا كان احجامهم هيقعدوا مرتاحين. فهي عربيه مدينه في الحته دي حلوه. تعالوا نرجع نشوف عندنا هنا فتحات التكييف الخلفيه، ده شيء لذيذ. عندنا يو اس بي واحد هنا، وعندنا مساحه تخزين صغيره تحت. طبعا ورا الباب زي ما قدام نفس البلاستيك في كل حته، ما عدا برده الحته اللي انت هتمد ايدك عليها وتسند ايدك عليها، دي الحاجه الوحيده اللي فيها جلد. في هنا اضاءه معرفش دي موجوده في كل الفئات ولا لا، بس اوفرول كومبو حلو. يعني انا لو اعتبرت الصيغه الكبيره شويه حلو، خير وبركه، انا راضي. سيجل بس كبيره شويه، تمام مفيش مشكله. طيب تعالوا بقى نعمل تيست درايف للجيومي ساروش، وخلينا نشوف الفئه دي بقت عامله ايه. انا ما جربتش صح عربيات في الفئه السعريه دي من زمان قوي، من زمان ما كانش فيه غيرها اصلا. اول ما نزلت مصر العربيات دي ما كانش فيه غيرها. بس خلينا نجرب بقى المواتير الصغيره دي عامله ايه، والعربيات دي بقت عامله ايه، والدنيا راحت فين، والتطور راح بينا لفين في العربيات في الفئه
السعريه دي. يلا بينا نجرب الستاروش. تحت هذه الاجواء الممطره جربنا الجيومي ستاروش. ستاروش عربيه انا ما كنتش مستني منها اداء واو ولا مستني منها حاجه مبهره خالص. انا مستني دي عربيه تبقى مناسبه لاي حد رايح شغله قريب ب 10 20 كيلو 30 40 كيلو رايح جاي، حد هيودي مدرسه اطفال مدرسه، هيجيب حاجات طلبات عارف انت، عربيه سيتي كار. هي مش عربيه سفر ومش عربيه جري ومش عربيه هنقتحم بيها الكوكب، هي تعتبر سيتي كار. طيب هل ده معناه ان هي ما تنفعش للكلام ده؟ لا، هي تنفع نروح بيها اي حته عادي طول ما في نفس الرينج، يعني وذن رينج هنروح بيها اي حته عادي في الدنيا، اي حته في حدود ال 300 400 كيلو نعرف نروح بيها من غير اي مشاكل خالص. بس قصدي ايه بالكلام ده؟ قصدي انا مش مستني منها اداء مبهر او مش مستني منها حاجه مبهره، وقد كان. الجيومي اكتر حاجه ابهرتني فيها هي المساحات. القعده في الجيومي حلوه قوي، في الستاروش حلوه قوي. انت قاعد وبالاخص في القعده الخلفيه انت قاعد مرتاح، الدنيا واسعه، وانا مش متعود اشوف القعده دي في العربيات دي من الاخر، يعني سواء حتى الدولفين او سيجل انا مش واخد على القعده الحلوه بالسعر ده، او مش واخد على القعده في المساحات دي بالسعر ده خالص. طيب كانت عامله ايه على الطريق؟ طبعا على الطريق ما فيش مناورات، مش هتعرف تجري وتلعب، لان اصلا هو موتور يا دوبك على قده بيمشيك، موتور مناسب. الموتور ده لو انت مش عارف تقيمه قوي فهو زي الموتور اللي في كل عربياتنا البنزين الصغننه اللي هي السيراتو والانترا والصني، المواتير اللي هي ما بتعديش 120 حصان دي، عارفها بتاعت العربيات البنزين 1600 سي سي، نفس الفكره كده، بيديك تقريبا نفس الاداء، فمفيش اداء مبهر قوي في المواتير هنا، وده برده شيء متوقع جدا. بادي رولينج، في بادي رولينج خفيف لان العربيه عاليه، العربيه مش يعني ارتفاعها مش قليل، العربيه هي تحسها مكببه كده، في بادي رولينج خفيف في العربيه هتحس بيه. انما من الحاجات اللي حسينا بيها قوي هو صوت الكاوتش كان ظاهر، انت سامع صوت الكاوتش كويس، العزل مش شيء مبهر، يعني مش صمت زي ما بنحس صمت. انا بقيت حاسس ان احنا كتر العربيات العاليه اللي بنجربها الفخمه، حاجات اللاكجري، بقينا بنبوظ العربيه دي خالص ونشوف سمعتها. بس يعني جنب، هقول لك ايه عشان تفهمني، بص يا سيدي، جنب عربياتنا بتاعت مصر هم زيها زي العربيات الصني مش الانتر، لا صني، عارف انت الصني افيو، عارف انت الكاتيجوري، هو احنا هناك، احنا مع الناس دي، احنا مش ممكن ما نبقاش حتى مع الانترا وسيراتو وكورولا، لا احنا مع الصني، احنا مع الافيو، احنا عارف انت احنا في الحته دي من كل الاتجاهات بقى، يعني انت اعتبرها صني والله ما بهزرش، انت ممكن تعتبرها زي الصني كده. فتجربه لذيذه مش وحشه، والحلو يبقى ان احنا نشوف اختيارات في الفئه السعريه دي. الفئه السعريه دي يتيمه، الفئه السعريه دي ما فيهاش حاجه، يعني انا نفسي اشوف في الفئه السعريه دي، احنا قعدنا كام سنه ولا سنتين اهو ما فيش حاجه في الفئه السعريه دي غير السيجل، سيجل 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 سيجل، اي حد عايز في حاجه في السعريه دي سيجل سيجل سيجل، مفيش غيرها، وعربيه صغيره، يعني عربيه مش مناسبه لكل الناس، والاغلب الناس كانت بتصغرها وصغيره، انما دي حلت اكبر مشكله، فهي دي مدياني اداء كويس، حجم كويس، ورنج كويس نوعا ما، 400 كيلو برضه رقم مش قليل على الحجم ده. طيب رايي انا ايه الشخصي؟ رايي ان دي العربيه الارخص الانسب، يعني الارخص عربيه هي السيجل، ماشي، او دي في منها نسخه 300 كيلو تبقى ممكن تبقى بنفس سعر السيجل، بس هي الانسب، يعني هي انسب حاجه، عارف. هي طبعا السيجل فيها شويه حاجات ممكن لطيفه شويه، زي الاستابيليتي احسن مثلا، بالمنارات احسن بكتير بالسيجل عشان اصغر كده صغنونه عن الجيومي، بس مفيش مساحات، ده السبب، يعني اكتر سبب. يعني السيجل دي لو كانت كبيره شويه كانت باعت اكتر من كده بكتير، في مصر بالذات احنا عندنا احنا بناخد العربيه بالمتر، فكانت باعت اكتر من كده بكتير. فانا شايف ان الجيومي اعتبرها سيجل كبيره شويه، حلوه، ملعوبه حلوه، والطبخه هنا حلوه وموزونه صح، مفيش تضحيه من حاجه، في حاجات لو كواليتي، بس حتى الحاجات اللو كواليتي اللي هي مثلا الخامات بتاع الانتيريور ملعوبه صح، عارف انت معاك حاجه رخيصه بس انت عامل لها ديزايننج صح ومصممها صح وحاططها في مكانها صح. فانا بصراحه عجبتني الخلطه واللعبه بتاعه الجيومي ستاروش. وبس كده، ده من قلب الصين، وكان ريفيو كامل شامل عن كل حاجه تخص الجيومي ستاروش. السلام عليكم.